أعزائي المشاهدين في كل بيت، أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يا رب ما يقطع لنا عادة ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني، ويا رب دايما يقدرنا على فعل الخير وابعدنا يا رب عن أذية الغير، وكتر يا رب باللايك والشير عشان نعرف ناكل. فينا يا رب شر الظالم والدير واللي قلبه ضعيف تكير، عشان علينا الفولت ووصلنا الامبير. ضيفنا النهارده شخص غريب جدا، شويه ابو فهد شويه ابو صخر، متعدد اللهجات متعدد الجنسيات متعدد الافيهات. معانا ومعاكم ابو فهد الغالي. على فكرة رامز جلال دمه تقيل، وان شاء الله بنطلع في حلقة من حلقاته الفيك. تطلع وتقول ان ما قلبي فيك ماشي، تطلع وتقول ان انا ما بعرفش امثل اوكي، انما تطلع وتقول ان انا دمي تقيل دي اللي مش هسمعها لك يا ابو فهد. هو اتاخر ليه لحد دلوقتي؟ وصل ابو فهد، وصل ابو فهد. ايه يا ابو فهد البدله دي انت جايبها من ابو نسمه؟ يا نهار اسود، ده امين شرطه داخل علينا. ده نهار اسود، ده مش فنان، ده امين شرطه داخل ياخد الرخص. انت بتسلم على ولد اختك ولا ايه؟ اهلين بعيوني حبيبي، كيف الاجواء؟ محترمه. محترمه ايه؟ هو بيسالك على واحده؟ شايف بحالك باي مدرسه كوميديا؟ مدرسه اللطافه الثانويه بنين. طيب شو اكتر مشهد عملته عجب الجمهور؟ يعني وقت عصبت وقلت ولاك ولا صدور. وكنا قاعدين بقى يبليك بالصاحك واللاحق والغضب المتلاحق وسابق ولاحق. قلت شي مشهد من فيلم مصري، مشهد لعادل امام لاني بحب الفنان عادل امام كتير. وقت قال له انت بتاخد كام بالشهر؟ قال له 7 جنيه. قال له بالشهر عندك اولاد؟ قال له 7. قال له بالشهر؟ انت كده مش بتقلد عادل امام، انت كده بتقلد عبد الفتاح الاسري. قديش بتاخد وقت لحتى تقدم المحتوى وكيف بتغير شخصيتك؟ الموضوع ارتجال وباخد وقت بالتفكير ولازم يكون عندي فيريم. ليه انت بتعمل براويز ولا ايه؟ بكل صدق، منو اكتر حدا بيضحكك؟ عادل امام، تريد لحام، سمير غانم، اسماعيل ياسين؟ صراحة كل واحد فيهم بيضحكني من مكان معين، يعني حد بيضحكني من فوق، حد بيضحكني من تحت، حد بيضحكني من تحت باطي. أنو أكتر شخصية بتحب تقدمها؟ صراحة كل شخصية أنا بقدمها إلى تراكة. إيه تراكة دي؟ أنت داخل ماراثون ولا سباق خيول؟ قديش تقيم حالك 1 من 10؟ ما فيني قيم حالي من 1 ل10، ما فيني سعر حالي، ما فيني قيم حالي. ده أنت مش فنان، ده أنت فاتح كشك. بتحب القهوة التركي؟ انا بحب القهوة التركي، بحب اتفرج على مسلسلات تركي. انا اسمي الحقيقة ابو فهد اغا. عندك فوبيا من الزحمة ومن اللحمة؟ جاهز لكرسي الصراحة؟ استر يا رب، استر يا رب. هو الكرسي هيفرقع ولا ايه؟ اهلا وسهلا فيك بكرسي الصراحة. الان الى اللحظة الحازمة الذي قد انتظرتها طويلا، اللحظة الذي سانتقم فيها من ابو فهد. شو رأيك بمقالب رامز جلال اللي بيقدمها؟ أنا بحسها مقالب فيك. طيب وشو رأيك برامز؟ شخص مختل عقليا. أنا مختل عقليا؟ رامز؟ السلام عليكم. إيه يا شفت عفريت ولا إيه؟ أكتر من هيك. أكتر من هيك ده أنا هعملك بفتيك. حبيبي أنت يا رامز، حبيبي والله. دلوقتي بقيت حبيبك ها؟ من زمان. بما اني حبيبك من زمان، ليك في التعابين؟ ليك في التعابين؟ لا تعابين لا. نقطة ضعفي قلبي الطيب يا اخوانا، بحب اصحابي. قلبك كتير حنون وساعات مجنون. بص جايب لك ايه مفاجأة، بص. لا يا رامز لا. استاذ رامز يلا. استاذ رامز باشا. انت خايف منها ليه؟ دي حتى شبهك نفس الفصيلة. بس بدي اسألك سؤال، انت ليش بتعمل هيك؟ ليش؟ هسألك سؤال، كنت تعرف ان هو مقلب؟ لا والله ما كنت بعرف انه مقلب. اصل الكل بيمشي من عندي ويخلع ويقول انه مقلب ويبيعني. كلهم كذابين ولاد. وانت منافق يالا ومش سالك، بس بيعجبني فيك روح التحدي. بتتحداني؟ يفكني. اخر سؤال هسألهولك، ايه رأيك في اللوك بتاعي؟ حلو بس اذا في منه رجالي. اخر قطعة رجالي وحياتك، بس لو بتسأل على الحريم القسم اللي فوق. يا ابن الام.
خلاص اسكو خلاص صعبت عليا. هفكك فكوه. استنوني مع رامز جلال في برنامجه الجديد. طيب قول معايا: رامز جلال نجم اليوتيوب دوت شقي وكمان محبوب. رامز جلال نجم اليوتيوب دوت شقي وكمان محبوب. زعلان مني يا ابو فهد؟ والله بهدلتني يا رامز، بس والله اخي ما بقدر ازعل منك. طب قول لجمهورك انا مسامح رامز جلال. انا مسامح رامز جلال. يبقى سامحني في دي.